احنا النهارده في اليوم العالمي للرجاله، فقول لي ايه 3 حاجات الرجاله بيحبوها. اول حاجه الفلوس. ماشي. تاني حاجه الصراحه يعني عشان ما بكدبش الحريم عامه. ايه ده انت بتقول ايه؟ والعربيات انا ما بكدبش. ماتشات الكوره. طيب حضرتك؟ ماتشات الكوره اهم حاجه، الرجاله كلها بتحب ماتشات الكوره. الرجاله كلها بتحب ماتشات. طيب ايه حاجتين كمان؟ قول حاجتين. عربيات. اللف بالمكان بالليل كمان. والعر. القعده على الناصيه براحتنا. بمناسبة اليوم العالمي للرجل وانك واحد منهم، فانا هسألك النهارده كام سؤال. قول لي ايه اكتر 3 حاجات الرجاله بيحبوها؟ القهوة أول حاجة، دي أكتر حاجة. القهوة كمشروب دي أول حاجة، والقهوة كقعدة دي تاني حاجة. تتحسب بوينت دي. القهوة دي القهوة عامة لو تسيب أي راجل في العموم يشرب كوباية القهوة بمزاج، ده أحسن حاجة عنده. قعدة القهوة، القعدة مع الصحاب والدنيا، أحسن حاجة في الحياة ممكن تقعد في حياتك قعدة تقعدها على القهوة. هو مثلا في حاجات كتير بس يعني ممكن مثلا نقول الجيم. حلو. الجيم مثلا او كده مع اصحابنا. كوره مثلا لو بنلعب حجز كوره مثلا مع زمايلنا برضو، اللي هو نروح نلعب ونتفق وننزل نلعب. او مثلا ممكن قعده القهوه اللي هو مثلا اصلا 5 جنيه ولا حاجه بسيطه، يعني هي كوبايه الشاي ونقعد بقى نسهر لنا سهره حلوه كده. في اجماع رهيب على قعده القهوه. القعدة الرايقة يعني، ممكن أهم حاجة يقعد، ممكن يكون قاعد لوحده يبقى رايق. أهم حاجة إنه يكون قاعد دماغه الصمت، يعني عندكم مقدرة على ده يعني، بسم الله ما شاء الله. ايه اكتر 3 حاجات بتبسط الرجالة؟ والله هي اول حاجه الخروجات. ان انا يعني تبقى الدنيا فيها فرحه اثناء الخروج او كده مع اصحابي. تاني حاجه ان انا اتسابق على راحتي في الحاجات اللي بتبسطني، زي مثلا ان انا لو بلعب او غيره على جهاز او لعبه معينه بتسابق من غير ما يبقى في حاجه معينه عليا. والاهم من ده كله فكره انه يعني اكله الواحد ياكلها يكون الأكل يعني. بالظبط. وتالت حاجة ايه طيب؟ القهوة أكيد يعني، فدي حاجة لا غنى عنها في حياة الرجل أكيد يعني. ايه الحاجات اللي البنات بتحسدكم عليها لكن هي مش موجودة بنفس القدر ده، يعني مش محسوبة كده اصلا؟ الخروج والسهر بالليل، وده مش حقيقة فعلا ان السهر بالليل ده بيبقى احنا والله العظيم انتوا ما شفتوش عبده صاحبي وهو بيرجع بالليل جري من الكلاب، انا وهو بنجري على اول الشارع. فدي صدقوني دي حاجة مش لذيذة جدا. والتالت حاجة السفر ده مش طبيعي، مش حقيقي. ده جامد، ده انتوا بتخرجوا في اي وقت؟ مش فكرة بنخرج في اي وقت والله، بس المفروض يعني يكون عندك مسؤولية باهلك، فاهم؟ وغير كده وكده، حتى لو سافرت فبتبقى الموضوع مقيد ليك، انت مسافر لحاجة معينة. فاهم انا قصدي ايه؟ مش رفاهية يعني. ساعات في رفاهية بس مش بالدرجة اللي انتم متخيلينها يعني. والله انا لحد دلوقتي يعني بحاول اصدقك. صدقيني يعني. هحاول يعني. ايه هي الحاجات اللي البنات بتشوفوا ان هي بتحسدكم عليها بس هي يعني مش موجودة في الواقع، يعني هي موجودة بس مش بنفس المميزات دي؟ بس هدومنا نشتري غاليين، يعني مش زي البنات بيروحوا يجيبوهم من السوق، والفرشه اللي بتبقى على الطريق. ماشي. و... مع انه العكس صحيح بس ماشي. والقعده في القهوه بالليل كده بقى مش هنزلها بالليل. وبنروح براحتنا، بنخرج مع صحابنا. كلمة بتلاقيه ماسكني من رجلي من هنا موتني. ابويا بعد ما روح يديني الامان تلاقيه داخل عليا بالاوضه دب اضرب يعني. عادي يعني. واضح ان انتوا محسودين على الحياه اللي انتوا فيها يعني. عندي كلب بيتبول في البيت، تلاقي ابويا ماسك معاه تلاقيه بيزوم عليا مره واحده. طيب وحضرتك؟ السهر أكيد. البنات بتحسدكم على ايه والحاجه دي مش موجوده بنفس القدر؟ أول حاجة بالنسبة لنا إحنا مستوى الذكاء. ايه ده؟ ده أول حاجة. ايه يا عم انت بتعمل جدل ولا ايه؟ طبيعي بقى، فبس هو فعلا أول حاجة بالنسبة لنا مستوى الذكاء. تاني حاجة أكيد طبعا الخروجات بالليل، إن إحنا بنخرج ولينا يعني الراحة بتاعتنا الخروج أثناء بالليل يعني وكده من غير رقيب، على عكسهم. بس في الطبيعي إن هم بيفتكروا إن إحنا يعني بناخد حاجة زيادة، بس ما يعرفوش إن إحنا بالليل بنجري ورانا بالليل بالكلاب. الكلاب. الكلاب بيعملوا رياضه معاكم. يا جماعه احنا هنستنى في الكومنتس الناس يقولوا لنا الذكاء فعلا البنات اكتر ولا الولاد؟ ايه هي الحاجات اللي البنات بتحسدكم عليها وهي اصلا ممكن ما تكونش موجوده او بنفس القدر؟ لو مثلا ممكن حاجه زي اللامبالاه مثلا. لا ده دي موجوده دي.
ما هي كده كده موجودة، وممكن مثلا حتة ان احنا بنخرج براحتنا، مش مش قوي يعني. هي مش قوي، بس برضه هما بيحسدونا عليها مش عارف ليه. والسفر برضه يعني رغم ان برضه الواحد ما بيسافرش كتير، بس يعني هما برضه في حتة السفر يقولوا الولاد بيسافروا براحتهم زي ما هم عايزين وكده. انتوا كرجاله في حاجات مميزات عندكم غير البنات، ايه هي؟ الرجاله سالكين. حلو. طب في حاجه كمان ولا بتكتفي بهذا القدر؟ هو نكتفي بهذا القدر ان الرجاله سالكين. طب هتحب تقول ايه لكل الرجاله بمناسبه اليوم العالمي للرجاله؟ الصمت احسن حاجه في الدنيا. ايه ده؟ الحكمه الغريبه دي. بشكركم جدا. شكرا شكرا شكرا. ميرسي. بمناسبة اليوم العالمي للرجل، أنا عايزة أعرف إيه هي الحاجات اللي أنتوا بتتميزوا بيها كرجالة؟ الهدوم وقعدة القهوة بالليل، وبنسهر براحتنا ومش زي البنات، يعني في عيشة تانية خالص طبعا. أنت بتطمعنا. طب وحضرتك؟ ماتشات الكوره، قاعده مع صحابي، الكلمه اللي بنقولها لازم ننفذها. طب حلو ده، حلو تمام. أنا بشكركم يا شباب، بما إن أنا حاسة يعني إن أنتوا يعني مهدور حقكم، فهنديكم هدايا دلوقتي. استنى بقى. ماشي اتفضلوا. شكرا شكرا يا شباب. معلومات عن الرجل، معلومات حقيقية. ونوعا ما احنا بسطاء شويه، يعني اي حاجه بسيطه بتبسط، يعني اي حاجه سهله يعني او بسيطه كده بتبسطنا وتخلينا مبسوطين عادي. ومثلا برضه يعني نوعا ما بنبقى واضحين، يعني اتضايقنا من حاجه او مثلا حاجه مش عاجبانا، هو احنا بنديها صريحه، مثلا انا متضايق، انا مش عاجبني، انا كذا، اللي هو بنبقى صراحه في كلامنا، على عكس مثلا البنات. تمام. بشكرك جدا. شكرا. لا. شكرا.